ايه الفرق بين شقق الإسكان المتميز وشقق جنة مصر، خصوصا بعد ما وزارة الإسكان أعلنت عن طرح تكميلي للمواطنين اللي تقدموا بأوراقهم؟ في الفيديو ده هنقول لكم على التفاصيل كاملة. المشروعين مختلفين عن بعض كتير في المواصفات والشروط. أول حاجة مشروع الإسكان المتميز بالعبور الجديدة، الشقق فيه هتكون كاملة التشطيب والاستلام فوري، بمساحات مختلفة من 63 متر لحد 93 متر. تستكمل عند التخصيص 20% من قيمة الشقة، وعند الاستلام 10%، مع تقسيط باقي 70% قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنين. عشان تقدم على شقة بيكون على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بنظام القرعة العلنية، بس نخلي بالنا الشقة للاستخدام السكني فقط، والمتقدم لازم يكون مصري وسنه ما يقلش عن 21 سنة. تاني حاجة شقق جنة مصر بأكتوبر والشيخ زايد. وزارة الإسكان طرحت 480 وحدة سكنية في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بمساحات 100 ل 150 متر، والشقق دي اللي ما حالفهمش الحظ بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان. السداد بيكون 20% زائد 1% مصاريف إدارية، و5% لمجلس الأمناء، وده من إجمالي ثمن الشقة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10% من ثمن الوحدة عند استلامها، وباقي ثمنها 70% هيتقسط بشكل ربع سنوي متساوي لمدة 3 أو 5 أو 7 سنين مع الفايدة، واللي بتعادل سعر الفايدة في البنك المركزي المصري وقت الطرح. مش بس كده، ده فيه 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و5% مصاريف تحصيل، والقسط الأول هيكون بعد 3 شهور من استلام الوحدة، وطبعا تقديم شيكات آجلة بالأقساط.